السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معانا في فيديو جديد من فيديوهات حكم وحكايات. منساش اللايك الشير كومنت، التعليق طبعا على حل المشكلة. استنى اسمع ارائكم في الكومنتات ويلا نبدأ اول مشكلة معانا. السلام عليكم، انا متجوزة بقالي 20 سنة، وجوزي لغاية كام يوم كنت فاكرة ان معايا راجل الناس كلها بتمدح في اخلاقه واهله، كبير وصغير، بيحبه جدا. لان من فترة حسيت ان ولادي واخواتي في حاجة غلط، لان في بس مش في ايه، مش عارفة. ابتديت اسأل ولادي، وعلى فكرة هما في الجامعة. لما قعدت واتكلمت معاهم اكتشفت انهم شكوا في ابوهم، مسجلين ليه مكالمات مع واحدة اكتشفت انه يعرفها بقاله سنين. للعلم هي متجوزة، يعني يعتبر من سنة تقريبا، ومعاها اولاد كبار. سمعت المكالمات ما بقتش مصدقة نفسي، كلام خارج وكلام حب وخروجات وكده. فواجهته وقلت له هفضحك، وخليته يتنزلي على حتة ارض عنده. نسيت اقول لكم اني بقالي فترة كبيرة الدنيا كانت ملخبطة معايا جدا، ووقفت معاه مقصرتش وبعت كل دهبي وقلت مش مشكلة، كله يتعوض. واستلفت الفلوس وابتديت اجري معاه وافتح لي مشروع، وجبتها هي وهو، هزقتها وهزقته. بس المشكلة اني ما قدرتش افضحها لانها معاها ولاد من سن ولادي. فانا كنت فانا كأم حسيت قد ايه هتكون صدمة ولادها، بالذات ان معاها شاب شغال مع جوزي. فاستحرمت اقوله. انا كل شوية اسمع المكالمات قلبي يوجعني قوي، ولادي مصممين انه لازم يمشي. للعلم هو ما يعرفش ان ولادي عارفين. اتفقت معاها انه يعيش معايا كأنه مش موجود، يشوف طلبات بيتي وطلبات الاولاد لانهم في الجامعة، وبنتي عروسة. لما هتتخطب اقول ايه؟ وخايفة ينساني انا وولادي. اعمل ايه؟ معلش نسيت اقول ان هو بيحبني انا وولاده جدا جدا. عمره ما طلب ما عملهوش ليا. عمره ما عمل حاجة من غير موافقة، يعني عمري ما عملت حاجة من غير موافقته. والله الصبح قبل ما يفطر اللي لا ما والصبح ما يخرجش، يعني غير ما لما يفطر، لما يحضر الفطار ليا. ولو غضبت ما اكلتش عمره ما ياكل حتى القهوة هو اللي بيعملها ليا. هتجنن، مش عارفة اخد قرار. ما تقولوش مسامحه لاني مش قادرة، كل ما اسمع كلامه معاها احس اني هتجنن. طيب بصي، هو الراجل دايما بيوصل لسن معين بيبقى حاسس ان هو، او عايز يحس ان هو مرغوب بس، فهي نزوة وانتي بتعالجيها بس، ويدايله بصلاح الحال. المشكلة التانية، انا شاب عندي 24 سنة وخاطب من 6 شهور، والمفروض اني بروح زيارة لعروستي كل اسبوعين. معظم الوقت بروح وانا شايل مش فاضي، ومش بطول في القعدة، يدوب ساعة ولا 2 وبمشي. بس عروستي مش بتعطيني وش، ودايما مكشرة، ومش بترحب بيا ولا بتهتم بوجودي. وساعات اروح وتعرف اني موجود وما تدخليش على طول، تفضل لطعاني كده في الأوضة لوحدي بربع ومن نص ساعة، وبعد كده تجيلي وتقعد تتكلم بالعافية، وانا مش عارف اعمل ايه. رغم اني بحبها اوي، كل ما اسألها مالك في ايه اللي مزعلك تقولي مفيش. طب انتي مبوزة ليه كده؟ انتي اتخطبتي غصب عنك ولا ايه؟ تقولي مفيش. مش عارف اعمل ايه. بص يا ابن الناس، دي واحدة مغصوبة على الجواز، يا اما بتحب حد تاني وعاوزاها تيجي منك انت. اهلها غصبوا عليها وعايزاها تيجي منك، خد اللي باقي منك ومن كرامتك وامشي بس. ده بمنتهى البساطة. المشكلة اللي بعد كده، انا مش عارفة اعمل ايه. انا متجوزة من 4 شهور في بيت عيلة، وليا سلف اكبر مني بكتير. حماتي مش بتحبها، وفي بينها وبين حماتي دايما مشاكل، وكانوا بيتخانقوا وانا واقفة واحنا واقفين مع بعض. حماتي شتمت سلفتي،
بألفاظ مش حلوة وفيها سب. في العرض سلفتي كانت بتزعق فيها بس من غير شتيمة وهما بيتخانقوا، حاولت اسكت فيهم مش سكتوا. حماتي ضربت سلفتي على وشها بالجزمة وعلى دماغها، ما قدرتش على حماتي لانها صحتها حلوة. حماتي بتضرب في سلفتي. حماتي وقعت اتزحلقت من على السلالم، اتكسرت رجليها وكسر في الحوض وانزلاق فقرات. لا حول ولا قوة الا بالله. انتي لسه بتقولي صحتها كويسة وحالتها مش حلوة خالص. حماتي اتهمت سلفتي ان هي اللي زقتها بس ده مش حصل، انا كنت واقفة وشاهدة ان محصلش ده. وحماتي انكرت انها ضربتها بالجزمة والبيت كله قام على سلفتي وجوزها كرشها عند اهلها. وانا خايفة اتكلم من حماتي لانها ست مفترية ومش هتسيبني في حالي. وانا بزورها نبهت عليا اني لو قلت الحقيقة هتعمل فيا كتير وهتقلب عليا. وحماية حالف يطلق سلفتي وهي طالبة شهادتي، لو شهدت بالحق حماتي هتطلق ولو هتطلق ولو كدبت سلفتي هتطلق. حماكي حالف على حماتك. اوكي ماشي هتطلق. اعمل ايه؟ انا مش عارفة. امي بتقولي ملكيش دعوة في مشاكلهم بس ضميري بيوجعني لان بيتها يتخرب. لا انتي قولي اللي انتي شفتيه بس. كل اللي مطلوب منك شهادة حق، سواء دي اللي ضربت او دي اللي ضربت وبس. مش هتعيشي اكتر من اللي ربنا كاتبهولك، لكن هتتسألي يوم القيامة على الشهادة الزور او منع الشهادة. المشكلة اللي بعد كده: مساء الخير، عندي مشكلة وياريت اللي عنده حل يفيدني. انا في فترة في حياتي كنت بمر بأسوأ حالاتي النفسية وظروف كتير صعبة. وقتها كنت عملت اكاونت فيك وبالصدفة في واحد كلمني وتعرفنا، وقتها قلت حد افضفض معاه وهو ما يعرفنيش ولا انا اعرفه، وبعد ما افضفض امسح كل حاجة. طبعا واحنا بنتكلم كان بيسألني عن حاجات عني، المعلومات العادية. انا مفيش اي حاجة حقيقة قلتها، كلها معلومات فيك عشان طبعا ما كنتش حابة يعرفني وما كنتش مهتمة برضو اعرف عنه حاجة. بس بدون اي ترتيب الكلام زاد ما بينا وتعلقنا وحبينا بعض. هو حاليا عايز يتقدم ليا وانا كل يوم حرفيا بموت من الزعل والندم ومش عايزة ابعد عنه، عايزة اصارحه. هو مستني ميعاد مني عشان يجي يتقدم. هو انا لو صارحته ممكن يسامحني ولا اختفي بهدوء؟ بس الحل ده كل ما بفكر فيه بنهار. انا مش عارفة اعمل ايه. وكمان انا بقيت كل حياته بقى مش عايز حاجة غير انه يجي يتقدم وبيخاف عليا. هو عمره ما حاول يأذيني بكلمه. هو ممكن يركن كل ده ما يسامحنيش؟ ايوه هو حب واحدة في خياله من ورا شاشة. قابلتيه شفتوا بعض بس، لكن انتوا مشفتوش بعض. فهو بيحب سراب، بيحب معلومات انتي قلتيها، بيحبش الحقيقة اللي هو اصلا ما يعرفهوش بس. لكن هو يعني هو ما بيحبكيش انتي، هو بيحب اللي انتي حكيتيله عنها ودي مش موجودة. فانتي صرحي قوليله حصل واحد اتنين تلاتة، بس هي غلطتك ان انتي اصلا عملتي كده. يعني حاولي تصلحي الموقف وان شاء الله يسامحك. المشكلة اللي بعد كده: انا متجوزة من 4 سنين. جوزي كان شغال في شركة مرتبه 9,000 في الشهر، وانا شغالة في محل ملابس بياخد 3000. هو جوزي كل فلوسه يصرفها لبس وريحة مش ويجيب لي اي حاجة عاوزاها وبيصرف على البيت ومش بيحوش حاجة. وانا مرتبي كنت بصرف على نفسي. الشركة اللي هو شغال فيها مش مصرية وصاحبها قفلها وكل الموظفين مشيت. قعد بيدور على شغل ملقاش وخلص كل الفلوس اللي معاه وبقى ليه 6 شهور في البيت وبقى مفيش حاجة غير سجاير قهوة وخس جدا. هو ملوش صاحب ولا قريب غير امه. بقت كل ما اقوله اي حاجة يتعصب ويقولي من حقك ما انتي بتصرفي على البيت ومش طايق ليا كلمة. جيب الاكل يقولي مش هاكل، انا اكلت عند امي. مش عاوز ياخد اي فلوس مني وبقى ينزل كل يوم بعد كده يرجع وجايب حاجات معاه للبيت. انا مش بسأله، بقول امه اكيد بتديله فلوس. بس بعد كده كنت انا واختي في سوبر ماركت تحت البيت عندي، كنت بشتري حاجة. صاحب السوبر ماركت قال لي والله انا عاوز اقولك حاجة ومكسوف. قال لي جوزك واخد حاجات من السوبر ماركت ب3000 جنيه
ولسه ما دفعش الفلوس، وانا عشان هو زبون دايم معايا والاول كان بيديني فوق حسابي بتكسف منه اقوله مش هديك. اختي طلعت سحبت 3000 من مكنة الاي تي ام ووديتهم للراجل بتاع السوبر ماركت ومشيت. قالت لي ده غريب، ما ينفعش يبقى ليه فلوس يطالبك بيها. انا طلعت لجوزي فوق قلت له اختي دفعت الفلوس للسوبر ماركت. قال لي تدفع ليه وانا مش عاوز حد يدفع لي حاجه. شديت انا وهو في الكلام، قام نزل ضرب فيا وعورني في كل مكان. انا سبته ورحت بيت اهلي. اخواتي شافوني وكلهم راحوا له الشقه، كانوا هيكسروه بس راحوا مرضيش يفتح الباب، مش سامعين صوته. كسروا الباب لقيوه فاتح الغاز يملى الشقة غاز وقاعد في المطبخ بيعيط ومش قادر ياخد نفسه، كان هيولع في نفسه بس هما لحقوه ودوه عند امه. وانا من يومها مش بكلمه، وابويا حالف اني اتطلق ومش عارفه اعمل ايه، وهو لحد دلوقتي ما اتصلش بيا. يعني هو انتي منتظر ايه من واحد كان بيصرف، كانت الدنيا معاه كويسه جدا وفجأة الدنيا باظت وبقى من فوق من سبع سما لسبع ارض، وحاسس بالعجز ان مراته اللي بتصرف عليه وهو مش قادر يديها حتى جنيه، وبياخد منها كمان. يعني هو قاعد بياخد منها سجايره وقهوته لما بينزل. يعني انتي منتظرة ايه؟ فهي كرامته وجعاه وحقه. إيه اللي ما كانش ليه لازمة ان انتي تقوليله اختي دفعت، لان هو كرامته نقح عليه، فكانت المفروض كنت قلتيله انا دفعت الفلوس وخلاص. وبعدين انتي اخواتك رايحين يكسروا عليه البيت وباباكي حالف ان هو يطلقك منه. طب وبعدين انتوا نسيتوا للراجل كل اللي هو عمله كويس معاكوا وفاكرين له بس الموقف بتاع الضرب ده؟ ما هي دي قلة اصل برضو. يعني التمسيله العذر. وبعدين انتي واضح ان انتي عندك اخوات شباب، فليه محدش فيهم دورله على شغل؟ اما انتوا جدعان قوي كده وشاطرين وبرافو عليكوا رايحين تضربوه، ليه محدش فكر يساعده؟ انتي بتقولي ملوش ولا اخ ولا صاحب ولا حد ولا قريب غير امه، ليه محدش في اهلك انتي فكر يساعده؟ ما انتوا قرايب برضو. ايه والله انا بستغرب من الناس اللي هي بتجيب اللوم على الراجل ماشي هو غلطان وكل حاجة، بس انتي برضو غلطانة واهلك غلطانين. يعني المشكلة اللي بعد كده، آه انا متجوزة من 8 سنين وعندي ولدين الحمد لله. جوزي احترت معاه مش عارفة اعمله ايه. هو بيشتغل في القاهرة وكان قبل كده في السعودية. المهم حالتنا المادية الحمد لله مستورة معقولة وانا موظفة. هو بيكلم ستات وفي تطاول شديد في الكلام ما بينهم، وكذا مرة اقوله كفاية وحرام وبيتنا وعيالنا، واللي بيعمله زي ما هو بيجيب اللوم والتقصير عليا، مع انه هو في موضوع الكلام والنت ده من قبل ما نتجوز. مؤخرا اكتشفت انه عامل صفحة للبنات فقط لقلة الادب، وبيحكي عني بالكذب. اقسم بالله الستات اللي بيكلمها ويقول لهم انه مش مرتاح معايا واني حرماه وانه هو مش مبسوط للاسف مع حلاله، وكل ده عشان يصعب على الستات والبنات اللي حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، ويعمل معاهم علاقات وقلة ادب في التليفون. اما واجهته وهو مسافر طبعا بينكر ويقول لي انا باجي من الشغل تعبان وبنام ما بعملش حاجه. وانا عرفت منه قلت له لو عايز تتعالج اقف معاك ومن غير اي شخص ما يعرف ونصلح اللي انت فيه. طبعا مش عاجبه والله انا الحمد لله حتى اهله بيشهدوا لي بكل الخير والاحترام، وانا دلوقتي طالبه منه الانفصال لاني تعبت. وكمان العيال لقيتهم بيعملوا حركات مش كويسه اقول له اتقي ليه حرام عليك، يقول لي وانا عملت ايه؟ انا ما بعملش حاجه. اقول له كما تدين تدان، ولا اي حاجه مغيره. اعمل ايه؟ خايفه اسيب له العيال تتلف اكتر. طيب وبرضه قلت له لو عايز تتجوز روح اتجوز. طيب هو مش عايز يتجوز ده اولا، لان هو لو عايز يتجوز كان اتجوز، خصوصا ان هو بتقولي عايش في السعوديه وهو كان مسافر، كان الموضوع بالنسبه له يبقى سهل ان هو يتجوز جواز متعه مسيار ايا كان بقى المسمى ومتوفر يعني. إيه وانتي بتقولي ان هو من قبل الجواز، فده الكلب عمره ما بيتعدل يعني ده طبع وهو طبعه كده.
بس هرجع واقولك هو عايز يعني شدة من اهلك او اهله، حد يشد عليه. مش عارفة والله اقولك ايه، بس الراجل الخاين ده ملوش علاج للأسف. يعني الراجل اللي طبعه خاين ده ملوش علاج. فانتي حتى لو فكرتي تنفصلي، لا ما تسيبيش العيال خالص. انسي موضوع ان انتي تسيبي ولادك ده. مشكلة تانية، متجوزة من سنة، معايا بنوتة. جوزي مش حنين خالص معانا، ولا بالكلام ولا بالافعال، لا حول ولا قوه الا بالله. قليل جدا لما يعمل حاجه يحسسني بيها انه بيحبني. اهم حاجه عنده الشغل بس، لدرجه ممكن يجي على بيته عشان الشغل. ويجي يسكت جدا معانا، وانا طول اليوم لوحدي ببقى محتاجه اتكلم محتاجه يحتويني. ممكن اكون قايله ليه بلاش قايل لي بلاش تتعاملي مع فلانة ويتعامل، اقول له ممكن اكون قايله له بلاش تتعامل مع فلانة ويتعامل معاها برضو من اجل مصلحة شغله. انا اساسا شخص مش بيفرق معاه الماديات نهائي، وحقيقي اهم حاجة عندي انه يبقى حنين معايا ومع بنتي، وان يبقى رقم واحد في حياته، مش يجي علينا عشان شغله. لسانه وحش قوي، ما افتكرش ليه كلام حلو او اي حاجة تهون عليا. قعدت مليون مرة قلتله اني مش فارق معايا اي حاجة غير وجوده، قلتله ايه بيزعلني وبلاش يعمله، مفيش فايدة، مفيش تغيير. كل ما اكلمه يقولي انا مش فاضي للتفاهات دي، مشاعري تفاهات. ولدته حتى ما كانش جنبي، نزل شغله من تاني يوم، ويقعد طول اليوم ما يقولش هروح اشوف مراتي وبنتي، مع انه مش مجبر ابدا بمواعيد عمل. تعبت قوي كل مرة كنت بقول بكرة لما اجيب البنوت هيتغير اكيد. جبتها ومفيش فايدة، كل حاجة شغل، بيصحى يروح الشغل يجي ينام. طب احنا فين؟ طب ده حتى مش بيرن يطمن علينا، ده اسمه ايه؟ انا تعبت وجبت اخري وحاسة ان مفيش امل في تغييره. هظلم نفسي لو كملت، وهظلم بنتي سنة. إيه مش ه... إيه سنة مش عارف يلبي احتياجاتي المعنوية اللي ما طلبتش منه غيرها. انا حاليا عند بابا، بيت بابا، وحقيقي مش عايزة ارجع وطالبة الانفصال، لاني فقدت كل امل في انه يتغير، مع العلم انه هو مش بيحاول يراضينا ابدا، وسايبني انا وبنته من 10 ايام ما سألش حتى لو كنا محتاجين حاجة. قاسي وجاف، وحقيقي فقد نعمة الاحساس. طب خلينا متفقين ان مفيش حد بياخد كل حاجة، تمام؟ هو ايه؟ انتي اخده زوج، بيت ماديا كويس، معاكي بنت، معاكي حاجات كتير، فانتي مش اخده حاجة كل حاجة طبيعي. فمحدش بياخد كل حاجة. فهو مثلا في طبعه ان هو مش حنين، هو واحد عملي جدا مبيفكرش مشاعره خالص، لغي موضوع المشاعر ده. إيه فخلاص هنتعايش معاه، هنتعايش مع الموضوع. وبعدين ما هو احنا برضو بنسمع من طرف واحد، احنا يعني برضو في مشاكل لازم نسمع من الطرفين. يعني لو انتي شايفة ان هو مثلا ما بيتكلمش ما بيعملش، هو ممكن يكون ما بيعرفش يقول لكن بيعرف يعمل. يعني بيعرف يجيب هدية مثلا، بيعرف يأمن مستقبل، عنده طموح. فانتي ممكن تشجعي وفي نفس الوقت تطلبي ان لا انا عايزه اسمع كلمه حلوه. في رجاله مبتعرفش تقول بحبك دي مثلا، بحبك دي يعني ان انا موجود. انتي اتجوزتي خلاص، فانا لو مش بحبك يبقى مش هكمل معاكي. في رجاله بالنسبه لها كده الحياه. ف وبعدين هو واضح ان هو مثلا مش بيمد ايده عليكي، مش قليل الادب، مش كل مشكلته معاكي ان هو مثلا مش بيقولك كلام حلو او مش حنين زي ما انتي بتقولي، بس ملبلك احتياجاتك، مش قليل الادب، مش لسانه مش طويل، مش همجي. فبصي الموضوع من ناحية تانية، ففي حاجة بتشيل حاجة. ممكن تتجوزي واحد يبقى قليل الادب ولسانه وحش جدا، بس هو في وقت ما تبقي كويسة يا حبيبتي وحشتيني ومش عارفة ايه، بس لما بيقلب بيبقى شخص تاني خالص غير اللي انتي تعرفيه. فمحدش بياخد كل حاجة صدقيني، فخلي بالك من الموضوع دوت.
انا متجوزه من سنه، وقبل الجواز كنت بحب حد، والحد ده هو كمان بيحبني قوي، وجيت اقدم لبابا وللاسف بابا رفضه عشان كان لسه في الجيش ويعتبر كان لسه بيبدأ حياته. هو شخص محترم جدا، بس بعدها على طول اهلي خطبوني لحد تاني اللي هو جوزي دلوقتي، وهو شخص كويس واهله ناس محترمين، بس المشكله اني لحد دلوقتي مش بقدر ابطل افكر في الشخص اللي كنت بحبه الاول، ودايما بيجي ببالي، وكل لحظه حلوه بمر بيها بتمنى ان هو اللي يكون معايا فيها، ومش عارفه اعمل ايه، ولا اطلب الطلاق لانه ببساطه مفيش سبب، نفسيتي متدمره بسبب الموضوع ده، ومش عارفه اعمل ايه. طيب، يعني نتكلم بالعقل، الغي المشاعر او اركني مشاعرك على جنب. دلوقتي انتي الشيطان بيوسوسلك ان اللي انتي كنتي بتحبيه ده كان هيعاملك ملكة، كانش هيعمل اي حاجة وحشة، كان هيعيشك برنسيسة، لكن في حين ان هو كان ممكن بعد الجواز يتغير، بعد الجواز يمد ايده عليكي، يشتمك، يبقى عصبي، ما يعيشكيش اللي انتي عايشاها دلوقتي مع جوزك. انتي بتقولي جوزي شخص كويس جدا، طيب ماشي، ما هو شخص واهله ناس محترمين، يعني مشفتيش منهم حاجة وحشة، فانتي شيطان بيلعب بيكي، الشيطان دلوقتي بيلعب في دماغك. طب ما هو انا لو كنت اتجوزت اللي انا بحبه، اهلي دول وحشين، ما هو اهلك شافوا حاجة انتي مش شايفاها، وان شاء الله لما ربنا يكرمك ببنوتة واتحطت في الموقف بتاعك، انتي هتبقي في مكان اهلك فهتشوفي زي ما هما شافوا. فاهمة؟ فهي الفكرة ان هو استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، ركزي مع جوزك. إيه، خلاص اللي حصل حصل. إيه، اصلا الشخص ده ما كانش مناسب ليكي لان هو كان لسه في الجيش وكان لسه بيبدأ حياته. إيه، خلاص هو شخص محترم، بس انتي ما عشرتيهوش، انتي ما عشتيش معاه ببيت واحد. اتنين بيحبوا بعض غير واتنين مخطوبين، غير واتنين مكتوب كتابهم، غير اتنين متجوزين، غير بعد ما خلفوا اول عيل. الدنيا بتغير والمسؤوليات بتغير، فما يغركيش اللي كان بيقولك كلام معسول قبل ما يبقى فيه مسؤولية خالص، لان انتي ما كنتيش جربتي وشفتي هو بيتعامل ازاي. فاهمة؟ و ربنا يهدي سرك يا رب. السلام عليكم، انا مش عارفه ابدا منين، بس انا زعلانه جدا ومش لاقيه كلام اقوله لنفسي. طيب خاطري، انا جوزي ساب الشغل وبيشرب ايس بقاله فتره، وبطل شويه ورجع يشرب تاني، ومهما اكلمه وابوه يكلمه ولا كاننا بنقول حاجه، ومش عارفه اعمل ايه. وصل لمرحله لا مبالاه غريبه، ومش قادره استحمله، والله اعصابي تعبت، عماله اقول لنفسي اتطلق وانفد بجلدي انا وولادي ورزقي ورزقهم على الله، وارجع اقول خليني قاعده وهو بيصرف علينا من ورثه من امه. بس انا تعبت والله منه، بيتصرف تصرفات غريبه. النهارده لقيته بيعمل حمام في الدولاب، لا حول ولا قوه الا بالله، ولقيت نفسي بصوت منه من المنظر، وهو ولا هو هنا. طلع على السرير وكان من النوم، وانا والله لو مريض انا كنت استحمله، لكن هو اختار الطريق ده بمزاجه، وانا والله مش قادره مش قادرة اتحمل، تعبت من تصرفاته. يعني انت ناقصك ايه ولا مشاكلك ايه عشان تتجه للطريق ده؟ انت ما عندكش اي حاجة في حياتك تخليك تروح لطريق الادمان. اوقات كتير بدأ عليه يموت، حمله تقيل عليا قوي والله، ولا نفسيتي ما بقتش قادرة تتحمل. اعمل ايه؟ بصلي وبدعيله برجع اشوف تصرفاته الغريبة ادعي عليه ربنا يخلصنا منه. بقيت خايفة على ولادي يعمل فيهم حاجة، حد يقول لي لو عاوزة اعالجه من القرف ده اروح فين، مع العلم انه مستحيل يوافق يمشي معايا خطوة. هل في اماكن ممكن اجيبهم ياخدوه من البيت وتكون اماكن مجانية تبع الدولة؟ هو اولا انتي اول حاجة تعمليها تنفذي بجلدك انتي وولادك، لان ممكن تصحي الصبح تلاقي موتكوا اصلا، يعني اللي هو ما تصحيش لو تلاقي موت حد من عيالك. تمام. طبعا مش هنقول كتر الفلوس لان من الواضح ان هو وارث فهو اعتمد عليه، فالمال السايب خلاه يعتمد على ان الفلوس هو مش تعبان فيها. فتمام، هروح واجرب ومش هشتغل، مش لازم اشتغل يعني. فده اول حاجة، انتي تمشي من البيت وطبعا القرار في ايديكي. بعد كده بقى تفكري تعالجيه، تتصليله بحد اللي هما بيشحنوا للناس على المصحات والكلام ده، تدوري ساعتها. لكن غير كده
في الوقت الحالي انتي اول حاجة تنفدي بجلدك يعني انتي وولادك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي مشكلة كبيرة ومش عارف اخد قرار فيها نهائي. انا شغال بالخارج واتقدمت لبنت من العيلة مش غريبة، اهلها وافقوا، الدنيا تمام. قبل الخطوبة بيوم عرفت انها على علاقة حب مع شخص من نفس القرية، وانتهت قبل ما اتقدم بشهرين. سألتها اعترفت وقالت حصل وموضوع قفلته. قلتلها لو في حاجة تاني عرفيني عشان ابقى عارف ونفتح صفحة جديدة. قالت في واحد بس كنت صغيرة ومش فاكرة حاجة. قلتلها خلاص صفحة جديدة، كلنا غلطنا يا حبيبتي وربنا يسامحنا. المهم بعد الخطوبة بشهرين ونص قالت انا عايزة اغير اسم ايميل الفيس. قلتلها ماشي ابعتي الباسورد وانا اعملهولك. بصراحة شفت كل حاجة، لقيت شخص منقول الهوية بعت رسايل تهديد، ولو مردتش عليها زعلك، وبعت صورة ليها وفيديو بدون ملابس نهائي. اتصدمت وما كنتش عايزة اعرفها. المهم سألتها اعترفت وقالت حصل. ده شخص كان عامل اعلان ملابس وسعرها رخيص جدا، وانا دخلت طلبته وقال لي لازم تبعتي صورتك عشان نعمل مقاسك. وبعتله. من وقتها قعد يهددني بالصور وقال لي بعتي فيديو من غير ملابس وانا مش هعمل ليكي حاجة، كل ما اعمل حظر يدخل من حساب جديد ويهدد فيا. رحت بعتله الفيديو وفعلا يا جماعة وهي بتصور الفيديو جسمها كله بيترعش. المهم قلتلها ولا كأني قلت حاجة وانا هستر عليكي وبإذن الله. من وقتها مش عارفة اعمل ايه، اكمل معاها ولا نفركش، ولو سبتها اقول لابوها ايه اللي هو عمي واحنا صعيدة. الموضوع ده بالنسبة لينا كارثة ومش عارف اعمل ايه. يا ريت حد ينصحني بما يرضي الله ورسوله. طيب بص يا ابن الناس، انت عندك استعداد ان انت كأن ده ما حصلش اصلا؟ دي اول حاجة. مش تيجي في يوم من الايام لو كملت معاها تقول لها ده انا سترت عليكي او انتي عملتي كذا، ان انت بنفسك بتقول كانت بتراش، فهي كانت فعلا بتصور وهي يعني خايفة. في حين انت ما قلتش اصلا هي سنها كام. يعني هي ممكن اصلا تكون مثلا 12 18 سنة، انت مش قايل سنها. تمام. وهي صرحتك، هي ما كدبتش عليك، هي ما لفتش ودارت وقالت لك ده انا ما حصلش والكلام ده كله. حتى لما سألتها في حد ولا لا قبل كده قالت لك كان فيه. تمام. في كل دوت في حد ذاته اصلا فيشفع لها. ان هي نقطة عندك انت هتقدر تكمل مع حد انت شايف من وجهة نظرك ان هو هتبقى بتجبي عليه؟ هتيجي في يوم من الايام وانت قاعد مع نفسك تفتكر انا ايه اللي خلاني اتجوزها؟ ما هو اكم من بنات بيعملوا اللي ما يعمل بره، ولما بيجوا يتجوزوا اللي بيجوزوه ما بيعرفوش حاجة. فانت بتقول انت ابن عمها اصلا إيه... هي الفكرة كلها ان انت هي فيك انت تكمل ولا لا، انت عندك استعداد تكمل ولا لا، تنسى ده بس. لكن لو انت عايز تفركش فعادي، انت هتقول لعمك احنا مش متفاهمين او انا مش مرتاح او ايا كان. مش لازم تقول الحقيقة يعني. ربنا يسترها علينا وعليكم يا رب. المشكلة اللي بعد كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا كنت مطلقة واتجوزت تاني، هي كمان مطلقة، واتخطبنا 8 شهور بالظبط. انا ما زبطت اموري وجبت لها شبكة ب30,000 وكتبت لها قايمة مؤخر، رغم انها سبق انها اتجوزت. بس وافقت وكتبت ليها كل اللي طلبوه مني. ايوه مش معنى ان هي اتجوزت او مطلقة او ارملة ان هي ما تكتبلهاش يا جماعة. تمام. كل اللي طلبوه مني وما كانش باين عليها في الخطوبة اي حاجة خالص، بالعكس كانت حلوة رومانسية وحببتني فيها، وحصل بينا تجاوزات كتير بسبب اني حبيتها. وبعد ما اتجوزنا بكام شهر بدأت أسأل عن تأخر الحمل، واكتشفت انها عندها مرض نفسي مزمن وبتتعالج منه وبتاخد له علاج 3 مرات يوميا، والدكاترة قايلين لها ممنوع الحمل عشان العلاج ده بيعمل تشوهات للجنين. كلمت ابوها قلتله ليه تعملوا فيا كده وتنصبوا عليا انت وبنتك لما هي مريضة؟ ليه ما قلتوليش وخلتوني اكتب كل ده؟ قعد يلف ويدور عليا. كلمت محامي قال لي ليها حقوقها او تخليها تتنازل عن القايمة والمؤخر. طبعا رفضوا التنازل. مسكتها ضربتها على موت لحد ما اتنازلت عن القايمة والمؤخر. بس مش عايزين يرجعوا الذهب بتاعي وهي عند اهلها دلوقتي. هل في طريقة استرد بيها الذهب بتاعي ولا اخده منهم ازاي؟ لانه ما كانش مكتوب في القايمة.
غلطت وقتها ورفضت اني اكتبه، وقلت لهم المؤخر كبير واجمالي القايمة من غير الدهب كبير، ورفضت اكتبه في القايمة عشان كانت هتبقى كتير، وهما وافقوا عشان متحصلش مشكلة والجوازة تفشل. يعني مش كفاية المصاريف اللي اتصرفت عليها هي واهلها في الخطوبة وتكاليف الجواز، مش عاوزين كمان يرجعوا الدهب؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. اولا انت بتدفع تمن غلطتك، انت واحد رحت تخطب واحدة منفصلة ما سألتش عليها هي انفصلت ليه، تمام؟ واكيد هي كمان ما سألتش. ايا كان السبب انا لازم هتأكد منه، اكلم بقى طليقها، اكلم حد من معارفه، اوصل له باي طريقة ايا كانت عشان اعرف هي اتطلقت ليه. فانت دفعت حق ما غلطت، يعني حق غلطتك بس، خلاص. مفيش حل تاني تجيب بيه الذهب غير ان انت معاك قسيمة، معاك فاتورة تروح تقول الذهب ده مسروق وتقدم بيه تقدم تعمل بيه محضر سرقة. ده حل يعني، واكيد المحامي هيقولك تعمل ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا متجوزة من سنة وحامل في 7 شهور، وقربت اخلصه وادخل التامن. جوزي له اخ طلق مراته وصمم ياخد منها الاولاد وتكتب تنازل عنهم عشان يوافق يطلقها. وفعلا اتنازلت، وكمان اهلها ما كانوش مشجعين انها تاخد ولادها، فرحبوا قوي لما اخو جوزي طلب العيال، وهي مجبورة على التنازل عشان تاخد كامل حقوقها. لا حول ولا قوة الا بالله، بدون محاكم. المهم هم 3 اطفال، جوزي واخوه ملهمش غير اختين متجوزين وابوهم وامهم متوفيين. وجوزي جابلي الاطفال ديت بقالهم عندي 4 شهور، وقال لي لحد ما يجمع فلوس يقدر يتجوز بيها، ومش هيتأخر عن 2 أو 3 بالكتير وياخدهم. وبقاله دلوقتي 4 شهور، وراح اتقدم لواحدة قال لهم هتجوز بعد سنة على ما اجهز، بس رفضوه لما عرفوا موضوع ال3 أطفال. ومفيش حد هيوافق يجوزه هو معاه 3 أطفال وهيبقى عاوزها تربيهم. بحاول اقنع جوزي بكده، يقولي يعني هقوله ايه؟ ما اقدرش اقوله حاجه، ده اخويا الكبير، ويوعدني انه يدور معايا على واحده عشان يسرع الموضوع، بس مفيش حاجه بتحصل. ويقولي انتي بتاخدي ثواب، ويفضل يقنع فيا. دلوقتي انا اخدت قرار اني اول ما ابدا في التاسع والموضوع ده متحلش هروح اقعد عند ماما، ومش هرجع تاني غير لما يرجع العيال لاخوه او يشوف له حل تاني. بس مش عاوزه اقوله دلوقتي عشان ما يضحكش عليا بالكلام زي كل مره. انا كده يا جماعة غلطانة، انا تعبت منهم والله اخر تعب، ومحدش حاسس بيا ولا بتعبي مع الحمل. كمان مش قادرة خالص. انا اوقات بخليهم يساعدوني لان البنت كبيرة شوية 9 سنين، بس مسؤولية ومجهود ما يعلم به الا الله. لو في نصيحة غير اللي بفكر فيه، بصي، هما مش ايتام، والاولى بيهم ابوهم وامهم. إيه بس ليه مثلا ما نوزعش المهام على ال3؟ يعني هما عندهم اختين بنات، ليه ما نوديش مثلا ال3 عيال مثلا كل يومين عند حد مثلا، او هو يجيب لهم مربية عنده في البيت تاخد بالها منهم، وكل واحد يطلع منه مبلغ بيساعدوا بيه. يعني الاختين مثلا لو بيشتغلوا او في مقدرتهم ان هم يدفعوا، واخوهم اللي هو جوزك بجانب ان هو كده كده هيدفع، ويفضلوا في بيتهم مع ابوهم. فهي افكار كتير. الام نفسها ام انانية جدا، فكرت في الماديات وما فكرتش في ولادها، فحسبي الله ونعم الوكيل فيها. يعني خسارة فيها ان هي تاخد لقب ام دوت، في غيرها بيتمنى ضفر عيل ومش طايله، بيعملوا عمليات حقن وبيروحوا لدكاترة وبياخدوا ادوية ومش طايلين، فحسبي الله ونعم الوكيل فيها. وكده وصلنا لاخر الفيديو، اتمنى تكونوا ما جاتلكمش طاقة سلبية النهاردة، واستنى تعليقاتكم في كومنتات وحلول للمشاكل ديت، وتقولولي رأيي صح ولا غلط. ومتنسوش الشير واللايك والسبسكرايب والكومنت الحلو اللي في الحل من وجهة نظركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا علي يا علي يا علي.
معلش انا رايح افتح تيك توك بقى. ايه؟ يعني زي انت تقول ما ايه؟ بتبعتي سامعاك. اول ما راح افتح تيك توك بقى تقريبا يعني. ايه؟ ما بقى عارفين هنفتح لايف بلا في بي ان. يا عيني لا حول الله يا رب. ده كل السعودية على كده هوت. بالمنظر هيك شيء بصراحة. بيقولوا لي نقل جاكو. انت نقلت جاكو؟ ايه ما ببلش يعني بس انه اوريدي بلش بيتابعوني. هيك. لا ربنا معاك بقى. انا هناك المكان مش لذيذ خالص مش عاجبني نهائي يعني. بس نشوف بجرب. تعطيكي رأيي يعني بدي اجربه. مش بس هيعجبك ايه اخبارك؟ بس انت جرب. بس صدقيني بقى انا كتير عم اتعذب باللايف كتير مش شوي.